تعال اقولك على سر ابل بتعمله في كل الاجهزة الجديدة بتاعتهم. مع كل جهاز جديد هتلاقي وول بيبر او خلفية للشاشة بتميز الموديل ده، وبتكون حاجة فنية جدا وكلها اشكال ورسوم عشوائية كده، صح؟ لا، فنية لكن مش عشوائية، وكل صورة فيها رسالة خفية بتحمل اسم المنتج ده. يعني مثلا في حاجات واضحة زي الايباد ميني هتلاقيها بالجنب كده ميني، او الاي ماك هتلاقي برضو اي ماك مكتوبة كده. عندك سلسلة البرو سواء في الماك بوك او الايباد هتلاقي حروف كلمة برو مستخبية كده في الصورة سواء هنا او هنا كمان. وفي بقى حاجات مش باينة قوي لكن لو ركزت هتشوفها، زي سلسلة الاير سواء في الماك بوك اير زي دي كده او كمان في الايباد اير زي اللي انت شايفها هنا، مستخبية بس موجودة، ولو شفتها مش هتعرف ما تشوفهاش تاني. اما بقى الايفونات الجديدة ففيهم سر مختلف شوية. كل موديل له وول بيبر بتعبر عن عدد العدسات في نظام الكاميرات اللي فيه. فال16 اي مثلا دايرة واحدة للعدسة الوحيدة اللي فيه، وال16 العادي هتلاقي دايرتين للكاميرتين بتوعه. اما سلسلة البرو هتلاقي 3 دوائر لنظام الكاميرات الاقوى عندهم اللي مكون من 3 عدسات. حركة جامدة بصراحة. قول لي كنت تعرف الرسائل الخفية دي ولا لا؟ وما تنساش تتابعني لفيديوهات اكتر عن التكنولوجيا والمعلومات الغريبة اللي زي دي.